في حي متواضع بمدينة الدار البيضاء ولد طفل يدعى كريم. لم يكن يعلم أن القدر سيقوده إلى مصير لم يتخيله أحد. هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة وبدأ من الصفر، لا مال، لا لغة، لا شهرة، لكن كان لديه الحلم والإرادة والصوت. تحول إلى النجم العالمي فرنش مونتانا، تعاون مع كبار الفنانين مثل دريك، سويلي، ذا ويكند وحتى بي ديدي. لكن كل شيء تغير بعد أن تم القبض على ديدي في قضايا خطيرة. بدأت الشكوك تحيط بكل من كان قريباً منه. فرنش مونتانا اختار الصمت، لكن الأسئلة ما زالت تطرح. ما الذي كان يربطه حقاً بديدي؟ ولماذا غادر شركته قبل حدوث كل شيء؟ هذه ليست مجرد قصة نجم راب، إنها قصة رجل حارب ليصنع لنفسه مكاناً في القمة. فرنش مونتانا، من الدار البيضاء إلى المجد. القصة الحقيقية تبدأ الآن. شاهد القصة كاملة، فالرابط في الوصف، ولا تنسى الاشتراك معنا ليصلك كل جديد.